في عام 2010 عندما فازت قطر بتنظيم كأس العالم غضب الغرب واستاء جدا من هذا الخبر، فسألهم الناس باستغراب: لماذا أنتم مستاءون؟ قالوا: الجو حار في قطر. فأعلنت قطر بأن المونديال سيكون في الشتاء، وتعهدت بوضع مكيفات حتى في الشوارع، وبالفعل لديهم الآن شوارع مكيفة. فقالوا إنها دولة بحجم مدينة صغيرة في أوروبا، فكيف ستستقبل هذا الكم الهائل من المشجعين؟ فقامت قطر بصرف مبالغ هائلة جدا على البنية التحتية: ملاعب، فنادق، مستشفيات، مواصلات، طرق إلى آخره. فقالوا أن هذه البنية التحتية ضد البيئة وتلوثها. فردت قطر بأن الملاعب التي تم إنشاؤها قابلة لإعادة التدوير. تخيل! ووسائل النقل أصبحت كهربائية، بما في ذلك الباص والمترو الذي سيتنقل به المشجعون بين الملاعب. فقالوا قطر دولة لا تحترم حقوق العاملين بها وأجورهم زهيدة. فردت قطر بأنها عدلت قانون كفالة العمال ووضعت حد أدنى للأجور وفتحت مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة. هنا عندما لم يجدوا سببا مقنعا قالوها بصراحة: من النهاية يا عمي، قطر دولة لا تقبل حقوق المثليين، لذلك لا نريدها أن تنظم كأس العالم. ما وراء كواليس كأس العالم. قبل أن أخبرك عن مخططهم المسموم، أول شيء يجب أن تعرفه أن كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل هي قوة ناعمة. عندما سئل أسطورة كرة القدم بيل شانكلي عن رأيه في كرة القدم، قال: هي جزء من قوة دبلوماسية ناعمة يمرر من خلالها ما يريده أصحاب القوة. خذ عندك مثلا ألمانيا، عندما استضافت كأس العالم عام 2006 كان هدفها أن تحسن صورتها أمام العالم بما يتعلق بالإرث النازي. أيضا روسيا في عام 2018 باستضافتها أنست العالم جرائمها ودعمها للأنظمة الفاسدة واحتلالها للدول المجاورة. وأيضا ما قام به الغرب عندما وضعوا علم أوكرانيا في أعلى الشاشة في كل المباريات وجعلوا كل العالم يتعاطف معها وكأنها الدولة الوحيدة التي ظلمت في التاريخ. إذن كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل هي قوة ناعمة يؤثر بها على الشعوب. هذه المعادلة فهمها الشواذ والمجتمع الغربي من حولهم، فقرروا أن يستغلوا كرة القدم في الترويج لأنفسهم وجعل الناس يتقبلوهم، بل وجعل من يرفضهم هو السيء المنبوذ. وبالفعل بدأ بعض اللاعبين بارتداء شارات الشواذ في مبارياتهم، وحتى حسابات النوادي الكبيرة قاموا بتغيير صورتهم الشخصية إلى ألوان مثلية، مثل حساب الدوري الإنجليزي على موقع تويتر، والكثير من التصرفات التي تدعو إلى تقبل الشواذ والعياذ بالله. ولكن كان هناك شيء ينقصهم، كانوا يحتاجون إلى حدث رياضي كبير جدا يجعل كل العالم تشاهده، فقوة تأثير كرة القدم المحلية محدود. فجاء كأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر في الكرة الأرضية، الذي يتوقع أن يشاهده 3.5 مليار شخص حول العالم كما صرحت الفيفا، نصف سكان الكرة الأرضية. 3.5 مليار شخص سيشاهدونه عبر الشاشات، رجال، أطفال، نساء، شيوخ، وسيتأثرون بكل ما بداخل هذه الرياضة. ولكن هنا واجهت الغرب مشكلة، وهو أن كأس العالم هذه المرة سيعقد في دولة عربية مسلمة، ومن قوانين هذا البلد أنه لا يسمح بزواج الشواذ ولا يقبل تصرفاتهم ولا مستنقع أخلاقهم. فاستاء الغرب جدا حينها، وبدأت تشن حملات إعلامية ضخمة بهدف سحب تنظيم الفيفا من قطر، واتهموها تقريبا بكل شيء. ولكن قطر ظلت صامدة أمام اتهاماتهم، والنتيجة أن هذه الحملات باءت بالفشل، وأصبح موضوع سحب التنظيم شبه مستحيل، فالبطولة اقتربت أساسا. هنا الغرب لم يوقفهم ذلك وأصروا على رأيهم، وإذا لم تقبل قطر بالشواذ سيعرضها ذلك لعقوبات كثيرة. فمثلا تقارير دنماركية وسويدية جاء فيها أن الفنادق في قطر التي لا تقبل بإقامة المثليين فيها سيلغى التعاقد معها في مواقع حجوزات الفنادق العالمية. ومدن فرنسية صرحت برفض بث كأس العالم على الشاشات العامة كما صرحت مجلة فوربس. صحيح هذه التصرفات لم تؤثر كثيرا في تنظيم قطر لكأس العالم، ولكنها مزعجة. فاستغرب العرب والمسلمون من هذا الأمر، وبدأت تصريحات الدعاة والمؤثرون، آخرهم اللاعب المصري محمد أبو تريكة الذي صرح وقال: لن نغير ديننا ولا قوانيننا من أجل 28 يوم في المونديال. احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. بمعنى آخر، يجب أن تحترموا أنفسكم أو ابقوا بأخلاقكم في بلدكم الأصلي ولا تحضروا. يعني المنطق، أنتم كضيوف لهذه البلد يجب أن تحترموا عاداته وتقاليد شعبه ودينه. يعني تخيل أن يأتي إليك ضيف وفجأة يطلب منك أن ترسل أخواتك لينظر إليهم، بحجة أنه في بلده الأصلي كان ينظر لأخوات أصدقائه، وعندما تغضب وتطرده من بيتك تكون أنت الظالم المفتري السيء. هذه الصورة مع الأسف أحبتي في الله،
وأسف على التشبيه. في وسط هذا الصراع ما بين قطر والغرب والاتهامات والحملات الإعلامية الموجهة ضد قطر، جاء بعض الحكماء في الغرب وسألوا المسؤولين هناك: لماذا تصرون على أن يقبلوا المثلية؟ حتى في الغرب يوجد بعض الناس لا تقبل الشواذ، المنطق أن نحترم مضيفين وعاداتهم وتقاليدهم. فقال الغرب حينها بابتسامة خسيسة: سنخبرك سر إصرارنا على أن يقبلوا الشواذ، ولكن لا تخبر به أحد. انظر لهذه الصورة: دول الشرق بشكل عام لا تقبل المثلية، بل وتعاقب عليها بعقوبات تبدأ من الغرامة حتى الإعدام، وأغلب هذه الدول عربية مسلمة. فإذا استطعنا أن نجعل هذه الدول العربية المسلمة تقبل الشواذ بل وتعاقب من يرفضه من خلال وسائل متنوعة، وأهمها الآن قوة تأثير كأس العالم، حينها سيكون السيطرة عليهم سهل. فإذا أردت أن تهدم مجتمع عليك بأخلاقه أولا، وأخلاق المسلمين قوية متزنة محافظة، ونحن الآن بيدنا قوة ناعمة ألا وهي كأس العالم، فكيف لا نستغلها؟ فرد الحكماء حينها: إذن هي مسألة قوة وسيطرة وليست مجرد كرة قدم واحترام. قد تسأل الآن: لماذا قبلت قطر بهذا الصراع من الأساس؟ ولماذا تريد أن تنظم كأس العالم حتى؟ وتجدها صرفت أكثر من 220 مليار دولار في التجهيز لهذه البطولة، 7.5 مليار دولار فقط تجهيز الملاعب، تخيل. وإذا نظرت للمكاسب التي ستحققها من كأس العالم ستجدها زهيدة. فمثلا الفريق الفائز بهذه البطولة لا تتعدى جائزته 10 ملايين دولار، وإحصائيات الإيرادات المتوقعة من المشجعين القادمين لا تتجاوز 7.5 مليار دولار، وهذا حسب توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس البريطانية وبتصريحات الدوحة نفسها. عند المقارنة بين الرقمين الفرق واضح. فأين الفكرة؟ الفكرة بكل بساطة أن قطر لا يهمها الإيراد المالي من كأس العالم بقدر ما يهمها تسويق نفسها أمام العالم وتنمية اقتصادها على المدى البعيد، وما صرفته على البنية التحتية هو من رؤيتها التنموية لبلدها. وهنا لا تنسى ما أخبرتك به في بداية حلقتنا، أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل قوة ناعمة تستغلها قطر أيضا في الترويج لأنفسها أمام العالم، أمام 3.5 مليار شخص حول العالم. وهذه الاستضافة ليست لقطر وحدها، وهذه القوة ليست بيد قطر لوحدها، هي بيد كل الدول العربية المجاورة مثل السعودية والإمارات والأردن وعمان. سيقيم المشجعون في فنادقها، فالمسافة بين قطر والدول العربية أقرب من المسافة التي كانت بين المدن في روسيا في مونديال عام 2018، وهذا بالفعل ما جهزت الدول المجاورة نفسها له. لذلك لا بد لنا نحن أيضا أن نستغل هذه القوة الناعمة لصالحنا، سواء من ناحية اقتصادية بالاستفادة المادية أو من ناحية سياسية كما فعلوا مع أوكرانيا يمكننا أن نفعل بوضع شارة علم فلسطين، أو من ناحية إخلاقية بأن نري العالم كيف هي أخلاق المسلمين وتعاملاتهم، والأهم أن نخبرهم أنهم لن يؤثروا بنا بحملاتهم الإعلانية، فلن يزيدنا ذلك إلا وعيا بمخططاتهم المسمومة. وأخيرا أصبحت تعرف عن هذه القوة الناعمة، فأرجوك أخبر كل من حولك بها، فالدال على الخير كفاعله. أتمنى منكم أن تشاركوا هذا المقطع. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.